الهاردوير بتاعك، يعني زي تبني اول راسبري تابلت باي، مصري. راسبري اسمه راسبري باي. التابلت المصري معمول بيها راسبيري ياسر دي باي ولا حاجه؟ اه التابلت المصري. ما تفكرناش يعني، ده حاجه صعب. يعني بص انا انا من بنها يا عاجبني، عم، انا ماليش فيه. انا عاجبني الفكره، بس يعني ان يبقى في تابلت متصنع محلي، بس ليه التركيز والباص كله يبقى ان هو اول تابلت 100% مصري؟ هنستعبط بقى يعني 100% يعني ايه؟ اولا ده كذب. ثانيا طبعا. هتستفيد بايه ان هو اول تابلت 100% مصري؟ الله طب ما يكرمك، تخليه بلاش سياسه يا ياسر، بلاش سياسه، انا جايب لا مش اخره يا سياسه، ياسر والنبي. لا مش سياسه، لا لا انا هي بتكلم الجمله في كمان، الجمله ستيناتي في قوي. المجال العام. لا ايوه. الجمله نفسها، الجمله 100% نفسها، يعني مش الجمله، اه. لا جمله 100% مصر دي بتفكرك بحقبه الستينات قوي، اللي هو هو ايوه. كيرز يعني، اللي هو يعني هو في، يعني هو مثلا الايباد 100% امريكاني ده ولا حتى 1%. يعني كلمه اللي هو مش عارف ايه 100% مصري، هو الهدف قبل ده كله مين مين الديزاين والفكره والايكو سيستم اللي حوالين الموضوع. انت ممكن تقعد تعمل تابلتس الصبح، ما هو الشركات بتاعت الصين دي، المصانع زي فوكس كون والمصانع الكبيره دي، هو مصنع العالم كله، فاهم يعني. بتلاقي مثلا ابل بتصنع جنبها سامسونج، جنبها توشيبا، هو نفس المصنع بيعمل لدول كلهم. مش مشكله بقى انت بتعمل ايه بقى، ده فكرتك، ده بقى الديفرنشيتور بتاعك اللي انت بتزوده في المشروع. لكن ما تروحش تجيب ريدي ميد كيت او حاجه اللي هم بنظام ستاندرد يطبع عليه اسمك لو انت عايز، وتقول انا عملت 100%. ده اسمه كده يعني، دي حاجه تانية يعني. بس ما علينا بقى يعني. يعني انت طول ده ما اتكلمتش على تكلفته قد ايه، لو بقى ولا كونسيومر سعره قد كام. ايه، اه فين سعره هيبقى كام، هل ممكن ان انت تعمل حواليه سبلاي تشين، تبتدي يبقى فيه اندستري للكومبوننتس تخدم عليه ولا لا؟ امازون اللي عملته ان هي عملت كاستمايز فيرجن للاندرويد بحيث انه يبقى كلاينت ليه. طب ليه ما تعملش كمان انت كاستمايز فيرجن للاندرويد في ستور سهل ان انت تشتري بيه هنا من غير كريدت كاردز، واوبتمايز الماركت المصري، تمام، وتبتدي تشتغل مع ايكو سيستم ان انت تبني حاجات سوفت وير تستفيد بالابيكوتي بتاعه التابلت لو موجود في كل بيت فعلا. لو موجود في كل بيت انت ممكن تعمل حاجات كتير بالهبل، ان انت تقدم خدمات فعلا للناس وتقلل تكاليف وتزود الهابينس وتزود البرودكتيفيتي وتزود الاديوكيشن وتحسن الاديوكيشن سيستم بتكلفه اقل. حاجات كتير قوي ممكن تعملها لو انت بصيت على الايكو سيستم، بدل ما انت عايز بس تاخد هيت اعلامي ان هو انت بي ار، اه بي ار ستانت يعني، هي بالظبط. بالاخر هي حركه بي ار علشان يعملوا منظر وبتاع. لكن هو في الاخر انت زي ما كنت بتقول مثلا، هو الهدف من التابلتس النهارده او اي حاجه من الديفايسز عامه النهارده شبه بتتباع ببلاش في امريكا، لان هي ملهاش قيمه في حد ذاتها. القيمه دايما بتبقى في الايكو سيستم اللي مبني حواليها. يعني امازون مثلا فعلا بتديك مثلا 8 انش تابلت مثلا ب $250، يعني اللي هو اتس ليترلي تقريبا ما بتدفعش حاجه. يعني انت بتاخده وهو بيديك، وساعات بيديك حتى فوق ال $250 بيديك بقى جيفت كاردز مش عارف ايه، هو نظام بيديك فلوسك من الاخر. يعني هو مش عايز امازون منك بتديها فلوس، بخساره، فعلا امازون هو بتديها عارف، بخساره. هو عايزك كلونج تيرم كاستمر تقعد انت قدامك، بقيت كانك قاعد جوه امازون 24 ساعه، تشتري منهم افلام وتشتري منهم مزيكا وتشتري منهم كتب وتشتري بضاعه عامه، اللي هو في الاخر بقى كانه بقى عنده حفره في جيبك بياخد منك على طول. فهو فكره مختلف، هو عنده لونج تيرم فيجن، غير انك انت بتديني تابلت فاكر ان هو ده البرودكت اللي هو يا فرحتي هعمل بيه ايه، هو في اصلا عليه ايه عشان استخدمه. يعني انا اللي بيغيظني مثلا ان في مصر مثلا دوله يونيك جدا في ان هي كونتنت بروديوسر من مثلا من العشرينات ولا من قبل كده كمان. كونتنت بروديوسر بتعمل ميوزك وبتعمل افلام وقصص وروايات وادب وكل كل انواع الكلام ده. فانت عندك الكالتشر بتاعت تاني عرض السينما للعالم كان في مصر. بالظبط، انت عندك الكونتنت برودكشن جزء من ثقافه مصر. يعني انك انت تلاقي دكتور زي باسم يوسف عمره فجاه عمل حاجه بالمنظر ده، دي حاجه ما بتحصلش كتير. انت عندك الثقافه دي موجوده في المصريين. يعني يمكن دي واحده من الحاجات، طول ما بيقعدوا يقولوا مش المصري الطفل المصري اذكى طفل في العالم، الحاجه ده كلام فارغ. الحاجه الوحيده اللي انا شايفها فعلا بتتكرر وباترن واضح، انك انت دايما عندك مبدعين في البلد من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الادبيه ومن الناحيه الحاجات دي دايما بتطلع. دي يمكن الحاجه اللي انت ممكن
عارف اللي هو ايه، تدبل داون عليه، تقول انا لو هعمل مثلا سي تابلت بالمنظر ده، انا هدفي منه ان انا انشر الثقافه بتاعت انشر، اعمل بقى سيرفيسز والكلام من ده، ابيع التابلت ده في كل المنطقه العربيه، وابيع عليه بقى الحاجات اللي هي زي الكونتنت بتاع مصر، الناس تشتري الحاجات دي ويبقى عليه اكسكلوسيفيتي، مثلا انك انت تنزل مسلسلات، تنزل عليه افلام، مش عارف ايه، وات ايفر الحاجات بتاعت مصر. فتبقى انت عندك ايدج مش موجود، حتى لو انت رحت اشتريت ايباد الحاجات دي مش موجوده عليه. اوكي، بالمنظر ده يعني حاجه زي كده، لو نظام تقول انا عندي حاجه مش موجوده عند حد، انت فعلا عندك حاجه مش موجوده عند حد. انت عندك البرودكشن بتاع الكونتنت اللي في المنطقه العربيه، اللي بيتكلم بالعربي، اللي بيتكلم بالثقافه بتاعت العربي، اللهجه اللي محدش كل الناس بتفهمها، كل الكلام ده محدش طبعا بيفكر في الكلام الفارغ ده. ده هم اصلا بيحاولوا يحاربوه، اللي هو تبقى انت عمال تتكلم في حاجه صناعه موجوده في مصر الى حد ما مزدهره بالنسبه لبقيه الصناعات اللي هي صناعه الكونتنت، او صناعه السينما وصناعه الافلام والحاجات دي، وتلاقيهم رايحين يحصلوا الانتاج الاعلامي. يعني هو يعني تبقى انت تبقى نفسك يعني تنتحر، يعني اللي هو اصل هتقول ايه، دي الصناعه الوحيده اللي فاضله في البلد، يعني اللي هو هنقضي هنقعد على انقاضها بعد كده، طب هنعمل ايه يعني، اللي هو ده جزء من ثقافتك وجزء من الندره النسبيه بتاعت المكان اللي انت فيه، ان هو عندك لهجه الناس بتفهمها، وعندك ثقافه الناس بتتقبلها، وعندك هيستوري واسمه ده. يعني اي حد بيتربى النهارده في مصر من اول يوم شاف افلام وشاف مسلسلات وقرا كتب وقصص، كل ده بيأثر في تشكيله كثقافه وككاركتر، يعني بتخليه عنده مؤهلات ان هو يتحول يبقى واحد منهم في يوم من الايام، ان هو يكتب كتاب، ان هو انت بتقتل الموضوع ده، فانت بتقتل قدامك مثلا جيلين تاني قدام عبال الحاجه دي ترجع تاني. فاللي هو يعني تقول ايه بقى، ما علينا. معلش يا سيدي، هدي اعصابك بس، هدي اعصابك. هدي اعضائك. لا يعني المهم يعني فعودة للاوبن سورس. هو ده الاوبن سورس. احنا هنرجع تاني للاوبن سورس بعد ساعة ونص من الديفيشن اللي احنا دخلنا فيه. اوبن سورس حلو يا جماعة والله. حلو.